العالمين الذي خلق الخلق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده، فسبحان من يرث الأملاك بعد فناء الملاك. لا إله إلا هو سبحانه، له الحكم وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سيدي يا رسول الله، جئت إلى الوجود فأضاءت بك الدنيا وعشت ممجدا، ورحلت عن الدنيا ولا زلت سيدا. صلى عليك الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. فاللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أحبتنا الكرام، أقدم خالص العزاء في متوفانا الكريم الحاج محمود العزيزي، وأقدم خالص عزائي إلى جميع أسرته فرضا في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما أقدم أيضا خالص عزائي إلى كل من ينتسب إليه بصهر أو نسب أو قرابة، وأقدم أيضا عزائي إلى آل عودة في مصابهم. أسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته. أحبتي الكرام، ولقد جمع الله سبحانه وتعالى للحاج محمود العزيزي عليه سحائب رحمات الله من حسن الخاتمة ما أدهش عقلي في هذه الليلة، فلقد رحل إلى ربه في يوم الخميس، ومن مات في يوم الخميس وليلة الجمعة أمنه الله من فتنة القبر وعذاب القبر. وهذا الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه. أما حسن الخاتمة الثانية التي أداشتني أن الله وفق قراء هذه الليلة في هذا السرادق في الربط ما بين الصور والآيات الكريمة. فلقد استمعنا إلى فضيلة الشيخ محمد بسيوني بعد صلاة العشاء، وختم تلاوته الكريمة بسورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولقد وقف السادة الحكماء عند هذه الآية المباركة وقالوا: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنقر قراءته وأقررت من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي عسى بعبد للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. ثم بعد ذلك استمعنا إلى سورة الزمر من فضيلة قارئنا أيضا في هذه الليلة، فضيلة الشيخ أسامة أبو النور.
وكأنه يربط الآيات بعضها ببعض. فانتهى فضيلة القارئ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقرأ الشيخ أسامة: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هناك ارتباط وثيق ما بين سورة الحج وسورة المؤمنون، فهذه تتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة تشيب له الرؤوس وترى فيه الناس سكارى، وفي قراءة: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. ولكن يأتي هذا اللطف من الله للمؤمنين: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا من حسن قدر والدنا الحاج محمود العزيزي رحمه الله أن وفق القراء لاختيار هذه الآيات المباركة التي تتحدث عن نفحات الله في يوم القيامة، والتي تتحدث عن رحمة الله يوم القيامة بعباده المؤمنين. وأنا أختم قولي بأن الله ينجي كل موحد على ظهر هذه الأرض. أيها الأحبة الكرام، لما حضرت الإمام الشافعي الوفاة سأله تلميذه وقال له: يا إمام كيف حالك؟ فقال الشافعي رحمه الله: تراني عن الدنيا راحلا ولكأس المنية شاربا وللإخوان مفارقا وعلى ربي واردا، ولا أدري والله أتصير نفسي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك كان عفوك ربي أعظما. إنه يرجو الله ويرجو عند لقاء الله الرحمة والمغفرة. فلما مات رآه تلميذه في المنام فقال: يا إمام كيف فعل معك في القبر؟ قال: والله حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا يفعل الملوك بالمماليك يرفق، إن قلبي يقول لي ولساني يصدق من مات موحدا ليس في النار يحرق. أيها الأحبة الكرام، أقرر خالص تقديم عزائي لعائلة العزيزي في جمهورية مصر العربية وعائلات عودة أيضا، كما لا أنسى أن أدعو في هذه الليلة المباركة على صاحبها وأن يجعل كل آية قرأت في هذا السرادق في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم نور قبره بنور القرآن، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وجاف الأرض عن جنبيه، اللهم أكرم نزله، اللهم أنقله من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رب العالمين. آمين آمين. ولا أنسى أن أشكر القراء الذين متعونا بهذه القراءة المباركة التي خرجت من القلوب فوصلت إلى قلوب السامعين. فأقول: يا قارئ القرآن صوتك بلسم زاد قلوب العاشقين تشوقا، جودت قول الله حين تلوته فأشبعت آذان السامعين تذوقا. والآن مع مسك الختام وفضيلة القارئ بالعالم الإسلامي والعربي صاحب الأداء المتميز والمدرسة البسيونية، على صاحبها الرضوان وأمد الله في عمره، ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد
بسيوني عوض فليتفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.